قبل ما نبدأ ما تنسوش الدعاء لإخوانكم في كل مكان، نسأل الله أن يفرج عن عباده المستضعفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد شاب زيك كده قاعد في أوضته، ملان وفي يوم حر نار، ومفلس ومعهوش ولا جنيه، وكل شوية يجيله رسالة: رصيدك لا يكفي لإجراء المكالمة دي. محمد بص لنفسه كده قال: انا ليه لازم اشحن اصلا؟ طب ما اجرب كده اكتب رقم كارت شحن عشوائي يمكن يظبط. مسك الموبايل وبدأ يكتب 7 8 5 0 وشوية ارقام، وضغط اتصال، وبعدها جاله رسالة: الرقم غير صحيح. حاول تاني وتالت ورابع، وفي لحظة حس بنفسه دخل في تحدي مع اكبر خوارزميات او نظام في الكون. وهنا بدأ يسأل نفسه: هو ليه اصلا ما ينفعش اقلب في رقم كارت شحن ويشتغل؟ مش هي كلها ارقام؟ يعني مفيش احتمال ان نجيبها صح من اول مرة؟ ومن هنا بدأنا ندور على السر ده، وطلع الموضوع أعمق بكتير من مجرد أرقام بتتكتب. أهلا بيكم في قناة سؤال في السريع. أنا مصطفى بسيوني، والنهاردة هنجاوب على سؤال: ليه ما ينفعش نألف رقم كارت شحن ويطلع صح؟ بس لو لسه جديد في القناة ما تنساش اللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل الفيديو ده أكبر عدد من اللايكات. كارت الشحن ده مش مجرد ورقة فيها أرقام، دي وسيلة دفع مسبقة لنظام اتصالات كبير جدا. الأرقام اللي على الكارت دي مش عشوائية، دي بتتولد بتقنية معينة اسمها خوارزميات التشفير والتوليد العشوائي المتحكمة فيها. يعني مثلا شركة الاتصالات عندها برنامج أو نظام بيولد ملايين من الأرقام، وكل رقم بيكون ليه كود خاص بيه وتسجل في قاعدة بيانات ضخمة متوصلة بالشبكة. في اي محاولة انك تألف رقم من دماغك، زي انك تكتب مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ده بالنسبة لهم ملوش وجود اصلا، لان الرقم ده مش موجود في القاعدة اصلا ولا متسجل في قاعدة البيانات. كل شركات الاتصال تقريبا بتستخدم خوارزمية خاصة لتوليد كروت الشحن، وغالبا بتكون مشفرة بطريقة صعبة جدا. يعني الرقم مش بس بيتولد، ده بيتعمل له كود سري، يعني رقم تأكيدي عشان يتأكدوا ان الرقم متسجل صح مش مضروب. الكود ده لو مش موجود او مش مطابق للنظام، النظام بيرفض الكارت تماما. يعني حتى لو كتبت اول 10 ارقام صح واخر 4 ارقام غلط، النظام مش هيقبل الكارت بتاعك خالص. خلينا نفكر في الموضوع ده رياضيا شوية. لو قلنا ان رقم كارت الشحن بيتكون من 14 رقم، وكل رقم بيكون من 0 ل9 ارقام، يبقى عندنا كام احتمال؟ لو ضربت العشرة في نفسها 14 مرة هيديك 100 تريليون احتمال تقريبا. يعني نسبة انك تألف رقم كارت شحن 1 من 100 تريليون. يعني حتى لو سكان الكوكب كلهم قعدوا يجربوا ارقام طول حياتهم، من رابع المستحيلات ان واحد فيهم يجيب رقم كارت شحن صح. مستحيل خالص. شركات الاتصالات دي بتعتبر كروت الشحن زي الفلوس بالظبط. يعني الكارت اللي بيساوي 10 جنيه ده فيه رصيد حقيقي ومطابق عندهم في قاعدة البيانات. فلو حد قدر يخترق النظام ويولد كارت وهمي، يبقى ده زي سرقة بنك. علشان كده بيأمنوا النظام ده بأعلى درجات الأمان، وبيغيروا خوارزميات باستمرار، وبيشتغل عليه فرق كاملة من مهندسين ومبرمجين احترافيين جدا. في ناس زمان كانت بتحاول تألف أرقام أو حتى تجرب أرقام قديمة من كروت مستخدمة، بس كل ده ما بقاش نافع دلوقتي. ليه؟ علشان النظام دلوقتي بقى بيعمل حاجة اسمها بلاك ليستنج، يعني محاولة لاستخدام كروت غلط أو متكررة، وده بيتسجل عندهم في ملفات وخوارزميات ضخمة. ولو دخلت الرقم غلط كتير واتكررت كتير، ممكن يوقفولك الخط نفسه. كمان بعض الشركات بتربط كروت الشحن دي بحاجة اسمها الكود التسلسلي الداخلي، وده بيكون رقم مكتوب على الكارت من تحت QR كده، لكن يكون متسجل في قاعدة البيانات. ولما تشحن الكارت، النظام بيطابق بين الرقم اللي انت دخلته والكود الداخلي. فحتى لو قدرت تألف رقم صح، لو ما كانش الكود الداخلي مطابق، الشحن مش هيشتغل نهائيا. يعني باختصار كده، النظام ده معمول علشان يحمي الرصيد، زي ما البنك عامل نظام عشان يحمي فلوسك. ومجرد تأليف رقم كارت شحن ومحاولة استخدامه زي كأنك بتكسر خزانة ببصمة مش ببصمتك. ده غير ان شركات الاتصال بتحدث قواعد البيانات بتاعتها باستمرار، ولو اتكشفت في محاولة تلاعب، مباحث الانترنت هتتتبعك في كل مكان، وهيبقى في تصعيد قانوني في بعض الحالات، وفيها سجن لسنين طويلة جدا. طيب ازاي رقم كارت الشحن ده بيشتغل؟ اول ما تكتب كود كارت شحن حقيقي، السيستم بيروح يراجع الرقم ده في قاعدة البيانات، ولو لقى ان الرقم صحيح ما اتشحنش قبل كده، بيتطابق مع الخوارزمية، الكود الداخلي بتاعه سليم، بيبدأ ينقل الرصيد على خطك. لكن لو واحد من الحاجات دي مش موجود، النظام بيقولك ببساطة: الرقم غير صحيح او تم استخدام هذا الكارت من قبل.
زمان ايام السيستمات لما ما كانتش محميه زي دلوقتي، كان في بعض الهاكرز بيقدروا يعملوا توليد عشوائي لبعض الارقام ويلاقوا منها كام كارت شغالين. بس الشركات خدت بالها وقفلت الثغرات وعملت نظام متابعه قوي جدا ونظام امن قوي جدا. ودلوقتي ولا حتى اذكى هاكرز في العالم يقدر يالف رقم كارت شحن الا لو سرق الكارت الحقيقي او كسر قاعده البيانات، وده طبعا شبه مستحيل او مستحيل تماما. محمد بعد ما انفجر من كتر الغيظ ومبقاش طايق نفسه وعمال يحاول في كارت الشحن، دخل على يوتيوب وبحث ولقى الفيديو بتاعنا وعجبه. وانت كمان يا صديقي لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك وتشير الفيديو لأي حد انه يعجبه، وما تفكرش نفسك أذكى من آلاف المهندسين والمبرمجين اللي في الشركات. وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.